السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتنا حلاوة الأكل المصري. إيه رأيكم في الجمال ده؟ حاجة كده من الآخر، حاجة جميلة جدا ما شاء الله. دي بقى فطاير الدجاج، عملناها بطريقة سهلة جدا بدون أي صعوبة، وطعمها لذيذ خالص. هتعجب إن شاء الله أولادكم. تنفع تدوها لهم وهم رايحين المدرسة، وتنفع كمان في الرحلات، وممكن تنفع وجبة غدا أو عشاء لذيذة جدا. تعالوا نعرف احنا عملناها ازاي. طريقتها سهلة جدا ومقاديرنا ايه. بس الاول انا برضك بستأذنكم، اللي ما اشتركش في قناتي يتفضل يشترك ويفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد بإذن الله. تعالوا بقى نشوف احنا عملنا ايه. مقاديرنا سهلة جدا وبسيطة. معانا حوالي كيلو من الدقيق، احنا طبعا نخلناه كويس وحطيناه في البولة كده علشان هنبدأ نعجنه. هنضيف له حوالي نص معلقة صغيرة من الملح، وكمان معلقتين كبار من الخميرة الفورية، ومعانا كمان معلقتين من السكر. السكر هنا مهم يا جماعة عشان بيخلي العجينة طرية كده وهشة وجميلة، سبحان الله بيديلها يعني مذاق حلو ومن غير تسكير. ومعانا معلقة كبيرة من البيكنج باودر. بردك كل الحاجات دي هحطها على الدقيق كده. دي كلها مقادير جافة، وبقلب كويس قوي الدقيق، المقادير الجافة كلها مع الدقيق كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا هيبقى معانا كمان حوالي نص كوباية من الزيت، نص كوباية زيت. انا ببدأ احطها الاول على الدقيق، وببدأ دلوقتي ان انا اقلبها كويس في الدقيق، وافركه كده بايديا لحد ما احس ان الزيت او الدقيق اتشرب الزيت كويس. الخطوة دي مهمة جدا عشان تديكي نتيجة حلوة قوي للعجينة، تديها لك تبقى طرية كده وجميلة كده، لاني طبعا الدقيق كده بتشرب من الزيت الاول. خلاص كده اهم حاجة ان انا بحس خلاص ان كل حبيبات الدقيق كده بقت مرملة كده في ايديا، عاملة زي الرمل. دلوقتي بقى هبدأ انزل عليها باللبن. اللبن هنا عشان العجن، بس طبعا كمية اللبن مش بحددها. زي ما احنا قلنا قبل كده ان الدقيق انواع، ممكن بياخد سوائل كتيرة وممكن في دقيق ما بياخدش سوائل كتيرة. فانت هنا شوفي انت وانت بتعجني، لو احتاجتي لبن حطي. انا طبعا بحب اعجن معجناتي كلها باللبن علشان بيديني قيمة غذائية جدا حلوة، وكمان بيخلي العجين كده طري معايا وجميل. هنا خلاص ما شاء الله عجنتها كويس جدا. اهم حاجة تعجنها كويس وتدي لها حقها، مش اقل من 10 دقايق عجن عشان العجينة تبقى معاكي طرية وملمسها ناعم كده وجميلة. هنا خلاص ما شاء الله هنا خلصت اهيا. طبعا عجنتها كويس، هغطيها بقى واسيبها لحد ما تخمر. تعالوا نشوف الحشو بتاعنا. حشو الدجاج بتاعنا مكون من ايه. معانا حوالي نص كيلو من صدور الفراخ، معانا بصلتين كبار مبشورين، معانا 4 قرون فلفل أخضر، معانا معلقة كبيرة من الثوم، معانا معلقتين كبار من الصلصة، معانا كمان التوابل. نص معلقة من الفلفل الأسود، ومعلقة من بهارات الكباب، معلقة من بهارات الفراخ، ومعلقة من الكزبرة الناشفة، وكمان نص معلقة صغيرة من الجنزبيل البودر. دلوقتي هبدأ اعمل ايه. هجيب طاسة على النار بالشكل ده كده، واحط فيها طبعا اي مادة دهنية انت تحبيها. وهنزل دلوقتي بالبصل. انا هنا البصل هكرمله، هديله يعني كرملة بسيطة كده قبل ما اعمل اي حاجة في الصدور اللي معايا. طبعا صدور الفراخ اللي معايا او صدور الدجاج انا مقطعاها مكعبات. هبدأ دلوقتي اقلب في البصل زي ما احنا شايفين كده، والمهم ان انا اتابعه لاني انا مش عاوزه البصل يتحرق مني، لا بس ياخد الكرمله الجميله بتاعه البصل كده. انا عايزه الحته دي بس اهم حاجه. فدي طبعا لازم خلاص كده تقلبيه كويس البصل كل خلاص شويه، يعني ايدك كرمل فيه على معايا، طول. وطبعا شيلته من الجريل اللي معايا ده. بدأت دلوقتي انزل في نفس الجريل بالصدور الفراخ كده، اديلها صدمة على النار. ما شاء الله. طبعا الصدور هنا متقطعة معايا مكعبات صغيرة زي ما انت تحبي يعني، بس انا حابة ان يعني التقطيع ده كويس. طبعا انا هنا بديلها صدمة كده لحد ما تبدأ بس تغير لونها بسيط. خلاص هنا الفراخ بدأت تغير من لونها طبعا.
هبدأ دلوقتي انزل عليها بالفلفل الاخضر، حوالي 4 قرون من الفلفل الاخضر متقطعين مكعبات. وكمان معنا طبعا معلقة الثوم، هنزل بمعلقة الثوم دلوقتي. الطريقة ديت بتدي طعم جميل، طعم بجد والله روعة لصدور الفراخ لو انت عملتيها بالطريقة دي. هي مقربة لشاورمة الفراخ بالظبط، بس احنا هنا مش متبلين الصدور خالص، عاملينها كده من غير تتبيلة، بس بجد والله العظيم الطعم لذيذ. هحط كمان معلقتين صلصة كبار، وهقلبهم كويس قوي مع الصدور بالشكل ده كده. جربي الطريقة دي جميلة جدا، ان شاء الله بإذن الله تعجبك. ممكن تعملي الطريقة دي لأي حشوات تانية تديكي نفس النتيجة والطعم برضك. انا بقلب كله مع بعضه كده، وبعد كده هنزل عليها طبعا بالتوابل بتاعتنا زي ما احنا قلنا. معانا معلقة من الملح، معلقة من توابل الدجاج او توابل الفراخ، ومعنا معانا معلقة نص معلقة من الفلفل الاسود، وكمان نص معلقة من الجنزبيل البودر. وبقلب كل الحاجات دي مع بعض. ما شاء الله جميلة جدا ريحتها والله وهي بتتعمل بجد تحفة، هتعجبكم بإذن الله. دلوقتي بقى هنزل بيها على قطع الدجاج كده، هنزل عليها بالبصل المكرمل اللي احنا كرملناه، احطه بقى طبعا فوقها فوق الحشو ده كده. ما شاء الله بصراحة جميلة جميلة جدا. هي كده تقريبا خلاص الحشو بقى جاهز معايا، هي استوت خلاص. هطفي عليها بقى النار وهسيبها تبرد على لحد ما نشوف العجينة بتاعتنا هنعمل فيها ايه. يبقى احنا دلوقتي الحشو معانا جاهز. معانا ايه كمان في الحشو؟ معانا جبنة موتزاريلا، ومعانا كمان صدور الفراخ اللي احنا عملناها، ومعانا كاتشب، ومعانا مايونيز. الله على جمال بقى العجين، ما شاء الله خمر معايا. هو بصراحة خد وقت شوية علشان الجو برد زي ما احنا عارفين. بس ما شاء الله خمرت وبقت جميلة جدا ما شاء الله، والعجينة مطاطة، وهتبقى بإذن الله معاكي حلوة وطرية. ببدأ أقطعها كده قطع صغيرة، علشان هعملها كور صغيرة، عشان بسهل على نفسي. يعني التقطيع ده بيسهل لي شوية الشغل وانا بشتغل، وببدأ ان انا افرد العجين بيبقى سهل معايا. بقطع كل الكمية وبعمل التقطيع اللي انا هقدر ان انا اكور منه كورة صغيرة كده على قد الحجم اللي انا عاوزاه. هنا ما شاء الله كده بدأت ان انا هكور كور صغيرة خالص، مش صغير يعني متوسطة، عشان لسه هتتلف وكده. فتبقى العجينة معاكي كويسة يعني. وطبعا براحتك يعني زي ما انت تحبي، الحجم ده يرجع لك انت. هخلص طبعا الكمية كلها بالشكل ده كده عشان تبقى جاهزة معايا. ما شاء الله خلصت اهيت الكمية كلها وبقت جاهزة معايا للفرد. دلوقتي هجيب كورة كده من الكور اللي انا عملتها من العجين، وهبدأ افرد بالشكل ده كده. هعمل بالطول، الفرد هيكون بالطول مش هيبقى مدور، هيبقى بالطول بالشكل ده كده. علشان هنا انا هبدأ احط الحشو بتاعي. طبعا حطيت طبعا معلقة من صدور الفراخ او معلقة من الشاورما، وحطيت عليها كمان جبنة الموتزاريلا، وحطيت عليها الكاتشب، وحطيت كمان المايونيز. الحاجات دي كلها بتدي لها طعم لذيذ جدا. وببدأ الفها رول زي ما احنا شايفين كده. الطريقة سهلة جدا. هعمل كمان قدامكم يعني كام واحدة كده علشان طريقة اللف بس ما تبقاش صعبة عليكم. انا ببدأ افرد بالشكل ده كده. الفرد بيكون بالطول زي ما انا قلنا او زي ما انا قلت. وهبدأ دلوقتي اجيب معلقة من الحشو اللي معايا واحط فيها، هحط على العجينة بالشكل ده كده، واحط الجبنة الموتزاريلا، وكمان اي بقى جبن يعني، بس انا بفضل الجبنة الموتزاريلا والشيدر. وكمان احط كاتشب واحط مايونيز. وهبدأ ان انا اقفل من الجنوب بالشكل ده كده
وبعدين الف رول، هلفها رول. هي ما شاء الله بتتلف معاكي على طول، ما تقلقيش خالص. خلاص بقت جاهزة معايا كده. معايا طبعا صينية مدهونة زيت، علشان الصينية ديت اللي هتدخل الفرن، اللي انا هرص فيها الفطاير بتاعتي. طريقها سهلة جدا زي ما احنا شايفين كده. هو المقطع اتكرر، بس انا حبيت ان انا يعني اوريكم الفرد انا بفرد ازاي، وكمان بحط الحشو ازاي، وبقفل العجين ازاي، او بقفل الفطاير ازاي. خلاص انا هنا خلصت الكمية كلها ورصيتها في الصينية زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي هعمل ايه بقى؟ الخطوة اللي بعد كده هجيب 2 بيضة واحط عليهم رشة من الفلفل الاسود، وكمان رشة من الملح، واضربهم كويس قوي مع بعض. وبعد كده هبدأ ادهن وش الفطاير بالشكل ده كده بالبيض. ما شاء الله. طبعا هنا ببدأ بعد ما بخلص ادهن الوش كده بالبيض، بجيب حبة البركة وابدأ دلوقتي ارشها على الوش كده بالشكل ده. انا طبعا بحب حبة البركة اضيفها على كل المعجنات الحادقة، بتديها قيمة غذائية وكمان بيديها طعم لذيذ. وطبعا كلنا عارفين فوائد حبة البركة، بصراحة جميلة جدا. طبعا الفرن يكون جاهز معايا سخن طبعا على درجة حرارة 200. وهبدأ دلوقتي ان انا ادخل الفطاير بتاعتي. وخلي بالك عشان هي مش بتاخد وقت في الفرن. ما شاء الله استوت معايا وبقت جميلة جدا، وطلعت من الفرن اهي، وكمان طرية، والله العظيم جميلة وريحتها تحفة. ما شاء الله، حاجة كده من الاخر يعني. ما شاء الله جميلة. طبعا والله طرية يعني، طالعة بصراحة تحفة بجد يعني. لو جربتوها مش يعني بصراحة هتعملوها على طول. ما شاء الله جميلة جدا. طبعا النهاردة كانت دي طريقتي في عمايل فطاير الدجاج. طريقة سهلة جدا وبسيطة خالص، وممكن تعمليها في أي وقت زي ما احنا قلنا. وطبعا احنا محتاجين في الوقت اللي احنا فيه ده، وفي البرد اللي احنا فيه ده، محتاجين حاجات زي ديت كده نعملها لأولادنا. بصراحة بتدفيهم، وكمان آه، قيمة غذائية حلوة يعني. ما شاء الله طرية جدا وجميلة جدا اهي. هشة خالص ازاي، طرية خالص ازاي. انا حبيت اقطع ديا بايديا علشان تشوفوها ان هي طرية مش بالسكينة كمان. ما شاء الله جميلة. والجبن صايحة جوه اهي، الجبنة الموزاريلا، وكمان الحشو جميل ولذيذ، الله عليها. جربوها ان شاء الله مش هتندموا. يا رب النهاردة الفيديو بتاعي يكون عجبكم، او وصفتي يكون عجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وما تنسونيش باللايك. مستاهلش بقى لايك ولا ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.